بس ما نعلم أحد، ما نعلم أحد. أو يمكن لأنك أنت ما أنت مشهور ولا عندك متابعات فما حد يدري عن بلاويك، صح؟ فأنت تصير لما تشوف واحد قاعد يسوي البلاوي علنا تقول يو أنا أحسن منه، تقعد تبرر لنفسك، تقعد تطبطب على نفسك. بس ترى كلنا قاعدين نسوي بلاوي، كلنا، ما في أحد، إحنا بشر كلنا نسوي بلاوي، بس كل واحد بلوته تختلف عن بلوة الثاني، أو يمكن بلاوينا تكون متشابهة ترى. فأنت تحسب أنك أنت الوحيد اللي قاعد تسوي هذه البلوة، تحس تقعد تندب على حظك، تزعل على نفسك، تهري نفسك هري بالندم. ما حد درى عنك. الندم أحسه أغبى شيء الإنسان يسويه في ذي الحياة. الإنسان اللي يبي يغير عندك الحاضر كامل، لا إيدك مقطوعة ولا رجلك مقطوعة ولا لسانك مقطوع. الإنسان اللي يبي يغير، اللي ندمان، بدل ما يندم على شيء في الماضي يصلحه في الحاضر. شكرا يا بنت قطر. فأنا أحس أن الندم مضيعة للوقت. الندم شعار للناس اللي أصلا ما يبي يغير، بس قاعد يسوي يبرر للعالم أنا ندمان على كذا، أنا ما أدري إيش. تقدر تغير، كلنا نقدر نغير، بس ما نبي نغير فنستخدم الندم. مثلا أنت درجاتك كانت سيئة، ندمت عليها، وش تسوي؟ تقعد ندمان؟ لا، تقدر تغير، تعيد المرحلة وتجيب درجات حلوة. فهمتوني؟ دامك عايش وتتنفس تقدر تغير، بدال ما تندم تغير في الحاضر. والله فيلم حياة الماعز، شوفوا بقول لكم رأيي، وأنا قلت أكثر من مرة. القصة حلوة، التمثيل حلو، بس التمغيطات اللي بالفيلم يعني 3 ساعات